يسعد أوقاتكم حبايبي متابعي بسكوتارت، إن شاء الله جميعا تكونوا بخير. اليوم وصفتنا هي فطائر بالسلق أو فطائر بالسبانخ. يعني هي العجينة ممكن تنعمل بالسلق أو بالسبانخ، بس أنا عملتها بالسلق. هي عجينة كتير اقتصادية، يعني هيك على قد الإيد، مكوناتها متوفرة بكل بيت، كتير طرية هي العجينة. طلعت من الفرن، شوفوا شكلها ما أحلى. عملناها بشكلين، هذا الشكل اللي حطينا التقفيلة فيه للأسفل، شوفوا كيف منظرها بتجنن والطعم كتير طيبة. وفي عنا الشكل الثاني اللي هو الشكل التقليدي، اللي هي التقفيلة بتكون للأعلى. عادة فطاير السلق والسبانخ بيكونوا على شكل مثلث، بس انتو فيكن تعملوا الشكل اللي بدكن اياه، ما بتفرق، يعني اي شكل انتو حابين انكم تعملوه فيكن انه تعملوه. هاي العجينة كتير لذيذة، فيكن تستعملوها لأي نوع حشوة بتريدوها، يعني زيتون، سجق، دجاج، اي شيء بتحبوه. رح افرجيكم كيف من جوا. اول شيء شوفوا الحشوة، هاي حشوة السلق. شوفوا طراوة العجينة كتير رائعة واقتصادية. لازم ادوق واقلكم كيف طلعت الطعمة. بصراحة الطعمة رائعة، العجينة والحشوة، خاصة مع البهارات اللي حطيتها. في توليفة بهارات كتير طيبة. خلونا نشوف المقادير مع بعض. وقبل ما نشوف المقادير، إذا كنتم مثلا مشتركين بالقناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تعملوا لي لايك. يلا مع بعض. بالنسبة لمقادير العجينة، عندي نصف كوب صغير من الزيت النباتي، كوب شاي بيعادل 75 جرام، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة سكر، ومعلقة ملح، معالق صغار طبعا، وفي عندي كوب من الحليب الدافي. هذا الكوب مقاس 250 ملي لتر. في عندي كمان حبة بيض. بالنسبة للبيضة رح نستعمل البياض بالعجينة، والصفار رح نتركه لحتى ندهن فيه وش الفطائر. في عندي كمان 3 أكواب ونص من الطحين. بالنسبة للطحين أنا عيرته بنفس هذا الكوب اللي هو عبارة عن 250 ملي لتر. ننتقل سوا مع بعض لنحضر العجينة. أنا العجينة عم بحضرها بالعجانة، بس فيكم تستخدموا إيدكم، يعني تعجنوها بشكل يدوي. أول شي رح أحط الحليب الدافي، رح أزيد عليه السكر، فقط السكر. الملح رح نزيده مع الطحين. نضيف الزيت النباتي، حبة البيض رح أخذ فقط البياض مثل ما لكم شايفين، أما الصفار رح أتركه على طرف لحتى ندهن فيه الفطاير. بقلبهم كتير منيح لحتى يدوب السكر. بعد هيك رح ضيف الخميرة عندي إياها معلقة صغيرة. بالنسبة للخميرة بالشتاء مثل هالأوقات، إذا حبيتوا تضيفوا شوي كمان، يعني تساووها معلقة ونص، ما في مشكلة. أو إذا فيكن يعني بدكن تعيفوها معلقة، بس بدكن تحطوا العجينة بمكان دافي أو تنطروا عليها فترة أطول لحتى تختمر. أنا ضفت بهالمرحلة كوبين فقط من الطحين، ضفت عليهم الملح وبلشت بالعجن. الدقيق لازم نضيفه بالتدريج، لأني الدقيق بيختلف من بلد لبلد، فممكن ما نستخدم 3 كاسات ونص كلياتها. أنا بعد ما قلبت أول دفعة من الطحين، بلشت إني زيد نصف كوب ورا نصف كوب، وبشوف كيف قوام العجينة. أنا بدي العجينة تكون طرية بس ما بتلزق بالإيد، ما بدي عجينة قاسية، عجينة ناعمة طرية بس ما بتلزق بالإيد. هلأ بعد ما ضفت 3 أكواب من الطحين، عم بفحص العجينة، شوفوا كيف هي لسه عم تلزق بالإيد، لا معناتها لسه بدها كمان شوية طحين. بهي المرحلة بعد ما ضفت 3 أكواب، بلش إني ضيف الطحين معلقة، وبراقبها لحتى شوف إنه مجرد ما بلشت إنه ما تلزق بتوقف عن إضافة الطحين. للأمانة أنا بالنسبة إلي أخذت معي 3 كاسات طحين و3 معالق. طبعا أنت حسب البلد اللي قاعدة فيه، حسب نوعية الطحين اللي أنت عم تستخدميه، فرح يختلف معك. شايفين كيف العجينة ما عم تلزق. بهاي المرحلة بستمر بالعجن من 5 دقائق ل 7 دقائق لحتى تنعم معي العجينة. ومثل ما قلت لكم، ما عندكم عجانة عادي فيكم تعجنوها بالإيد مثل أي عجينة.
هلأ بعد ما مر 5 دقايق شوفوا كيف العجينة ناعمة وما بتلزق بالإيد، شايفين؟ هذا القوام الصح اللي بدنا إياه. هلأ رح تطلع العجينة من العجانة. شوفوا القوام، شايفين قوامه؟ عجينة ناعمة. هلأ أنا محضرة وعاء دهنته بالزيت النباتي، رح أحط فيه العجينة، دهنته دهنة خفيفة بالزيت النباتي، رح أحط فيه العجينة وأقلبها من كل الأطراف، بقلبها كمان على الوش الثاني، بدي إياها تتغطى بالزيت النباتي من كل الأطراف حتى ما تنشف، أكيد لازم غطيها وبدي أحطها بمكان دافي. هلأ من أسرار نجاح هاي العجينة إنكم تصبروا عليها بالتخمير، خلوها تاخد وقتها بالتخمير، خاصة إنه نحن بهالوقت لسه الجو بارد، نحن بشباط الجو بارد كتير، فبنعطيها وقتها بالتخمير. بالنسبة للحشوة عندي بصل كبيرة مقطعة، عصير ليمون حسب الحاجة، معلقة صغيرة من الفليفلة أو البابريكا، معلقة صغيرة من الزنجبيل، معلقتين صغار من السماق، وملح حسب الحاجة. وفي عندي بقى المكون اللذيذ اللي هو قشر الليمون، طبعا هذا اختياري لكن بصراحة بيعطي هيك لمسة كتير ظريفة بالطعم، بس فيكن ما تستخدموه يعني. كمان تشكيلة البهارات على ذوقكم، وفي عندي تقريبا من 3 ل 4 معالق من الزيت النباتي لحتى نقلي فيهم. في عندي كمان باقتين من السلق، أنا غسلتهم نظفتهم وقطعتهم وطبختهم على البخار، يعني جبت طنجرة حطيت على النار، حطيت فيها مي سخنة، وفوق الطنجرة حطيت مصفاية، حطيت فيها السلق المقطع وغطيته وخليته يستوي على البخار، وبعدين صفيته وتركته يبرد، حصلت على هذا الشكل. طبعا السلق أو السبانخ هدول من الخضار اللي بيكون فيها كتير مي، فلازم نعصر هاي المي. فأنا حطيت تقريبا معلقة صغيرة من الملح فوق السلق، عم بخلطهم منيح، بدي أبلش إني أعصر المي، لأني هاي الخضار إذا ضل فيها هاد المي رح تخرب لي العجينة. شايفين؟ حاولي قد ما بتحسني إنك تعصريه وتتخلصي من هالمي. هاي المرحلة كتير ضرورية، وإلا هاي المي بتخرب لك كل الشغل. طبعا أنا رح أكمل الكمية كلها ونبدأ بطبخ الحشوة. أول شي بمقلاية رح سخن الزيت النباتي، رح أتركه لحتى يسخن منيح. بعد ما سخن الزيت رح أنزل عليه بالبصل المفرومة، بقلبها، ودائما خدوها قاعدة لما تقلوا بصل عطوه رشة ملح صغيرة كتير بسرع عملية التقلاية. طبعا رح ضل اني احركه لحتى يستوي، انا ما بدي اياه يحمر، بس بدي اياه يطرى ويستوي. بعد هيك بنزل عليه بالسلق، شايفين كيف صار شكله بعد ما تعصر؟ يعني عصرته كتير منيح لحتى ما يخرب لي العجينة. بقلبه مع البصل لحتى يتقلى منيح. طبعا هو مستوي لاني قلت لكم انا سلقته على البخار، بس لازم هي التقلاية بتعطيه طعمة اطيب. بهي المرحلة رح ضيف الزنجبيل، ضيف كمان البابريكا وبقلبهم. أنا حطيت له شوية زيت نباتي كمان لأني حسيت إنه بيحتاج نزود الزيت. رح ضيف كمان شوية ملح، ما تكتري الملح لأني بالأساس لما عصرناه رشينا له ملح. رح أطفي عليها النار وبعدين رح ضيف السماق بالتدريج، ما تضيفه دفعة واحدة. طبعا كمية السماق هي حسب انتو كيف بتحبوا الحموضة، الليمون والسماق انتو بتتحكموا فيها. رح ضيف بشر الليمون، وفيكم ما تضيفوه اذا ما بتحبوه، بس انا صراحة شفته كتير بيعطي هيك لمسة جميلة بالعجينة او عفوا بالحشوة. رح ضيف كمان عليها عصير الليمون، كمان ما بكتر لاني بدي دوق وبعدين بظبط الحموضة مثل ما انا بحب. فهذا الشيء برجع لذوقكم، بتحبوا تكتروا السماق أو بتحبوا تكتروا الليمون. حتى البهارات ما في شيء محدد، بيرجع لذوقكم أنتو. رح دوقها وظبط النكهة.
بالنسبة لي حسيت إنه بتحتاج كمان ليمون وكمان سماق. رح قلبها وبتركها لحتى تبرد تماما قبل ما نحشي فيها العجينة. ما بينفع نستخدم الحشوة وهي سخنة. طبعا حاليا العجينة عندي اختمرت منيح، رح أضغط عليها لحتى أطلع الهواء منها. ورح نبدأ إنه نشكلها. أنا رح أقطعها ل 12 قطعة متساوية. طبعا موضوع القطع بيعطيني حجم كبير، يعني أنا إذا قطعتها ل 12 قطعة فرح تطلع الفطيرة مثل ما شفتوها بأول فيديو حجمها منيح. أنا هيك بحب أعملها لبيتي، بشوفها إنه قطعتين مع كوب شاي بتطلع وجبة مشبعة. لكن أنتوا إذا بتحبوا الحجم أصغر فيكم تقطعوا لعدد أكبر، وفيكم تعملوها قطع صغار سواري، فهذا الموضوع كمان أنتوا حسب ما بتحبوه. أنا بعد ما قطعتها كل قطعة رح كورها بإيدي، وعندي جنبي صحن رح صفن عليها. هي صار عندي 12 قطعة ورح نبلش بتشكيل الفطاير. إذا ما حبيتوا هاي الطريقة أنكم تقطعوا العجينة لقطع وتشكلوها، فيكم ترقوا العجينة كلها على شكل مستطيل وتجيبوا قطاعة مدورة وتقطعوا وبعدين تحشوا. فأنتوا كيف بترتاحوا بتشكيل العجينة. حتى إذا ما حبيتوا تعملوها شكل مثلثات كمان هذا الشيء حسب ما يرجع لكم. أنا بعطيكم العجينة مقاديرها كتير طيبة وكتير شغلة سهل مثل ما لكم شايفين. أما ما تبقى الأمور فأنتوا حسب ما بتحبوا. أنا هلأ أول كرة عم رقها بالشوبك. رح أخذ شوي من الحشوة. طبعا الحشوة مثل ما اتفقنا صارت باردة. رح أحطها على العجينة. باخذ التلتين بقفلهم على بعض، بعدين باخذ الطرف المقابل وبقفله لحتى يصير عندي شكل مثلث. نقطة كتير مهمة إنه هدول التقفيلات لازم كتير كتير اتأكدوا عليهم إنهم يتقفلوا حتى لما تختمر العجينة ما تفتح معكم. وطبعا أنا مجهزة جنبي صينية فيها ورق زبدة بصفهم على هاي الصينية. وكمان رح أعطيكم ملاحظة أنه بعد 10 دقائق بعد ما تشكلوا الفطاير بعد 10 دقائق بتبلش العجينة تختمر. فارجعوا شيكوا على مكان التقفيلات، ارجعوا كبسوهم حتى تضمنوا يعني بشكل جيد إنها ما تفتح معكم. طبعا فيكم أنتوا تحطوها بحيث التقفيلات تكون للأعلى، أو فيكم تحطوها التقفيلات للأسفل. إذا حطيتوها على الصينية التقفيلات للأسفل فبإذن الله ما بتفتح نهائيا، وبالحالتين بيطلع شكلها كتير حلو. رح نعمل وحدة تانية هيك على السريع. مثل ما اتفقنا بتحبوا ترقوا العجينة كلها وتجيبوا قطاعة مدورة تقطعوها، فهذا الشيء مثل ما انتم بتريدوا بتحبوا. بس دائما لما بتفردوا العجينة، إذا حبيتوا طريقة إنه تفردوا العجينة كلها قبل ما تقطعوا غطوها 10 دقائق ريحوها مشان يرتاح العجين. لأني دائما لما بنفرد العجين بنكون عم نعمل عليه جهد، فلما نيجي نقطع بالقطاعة شو بيصير بتكش. فلذلك غطوها بكيس نايلو ورجعوا ريحوها 10 دقائق وبلشوا قطعوا، أو استخدموا هاي الطريقة يعني انتوا كيف بترتاحوا. رح نقفلها مثل ما لكم شايفين. باخد كمان الطرف المقابل وبأكد كتير كتير على التقفيلات. ومثل ما اتفقنا بتريدوا تقلبوها على الوش الثاني بحيث التقفيلات للأسفل. بالحالتين الشكل كتير كتير بيطلع حلو. رح صفها على الصينية اللي هي مفروشة بورق زبدة، وبعد 10 دقائق برجع بشيك على التقفيلات. شايفين هلأ صارت عندي أول صينية جاهزة. مثل ما اتفقنا أنا العجينة عملتها 12 قطعة، كل 6 قطع بصينية. طبعا أكيد ما في العجين ممنوع يضل بدون غطاء، لازم نغطيها ونتركها تختمر. لا تستعجلوا عليها بالشتاء، لا تستعجلوا على العجين، عطوه وقته بالاختمار. بعد ما اختمر العجين أنا شغلت الفرن على درجة حرارة 180. والصفار البيضة اللي زاد معنا تتذكروا حطينا بياض بيضة بالعجينة وتركنا الصفار خلطته مع معلقة صغيرة من الحليب، ولبين ما يحمى الفرن عبدها الفطاير. طبعا الفرن بيحتاج ربع ساعة لحتى يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة إنها هي 180 درجة. هلا رح دخل الفطاير على الرف الأوسط، تقريبا بياخدوا 20 دقيقة، أكتر شوي أقل شوي حسب فرنك، أنت بتعرفي فرنك. هون شايفين هدول الصينية الثانية أنا حطيت الفطاير مثل ما لكم شايفين لتحت، وهي بعد ما طلعوا من الفرن
شايفين شكلهم كتير ظريف. وهي صاروا عنا الفطاير جاهزين. إذا حبيتوا هاي الوصفة لا تنسوني من دعائكم. بحب أنكم تكتبوا لي هيك دعاء طالع من القلب، لأني بحبكم من القلب. وإذا حبيتوا هاي الوصفة فيكم كمان تزوروا موقعي biscotart.com. باي.